صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشني جدا. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ نهاركم فل ان شاء الله، نهاركم ابيض زي الفل. النهارده هعمل معاكم غدا. يعني الناس كلها بتحبه وفي ناس ما بتحبوش، بس انا عن نفسي انا بحبه جدا. السمك، انا بعشق السمك جدا. هو بيبقى خفيف كده، وبيبقى ليه صراحة يعني بتاكليه بمزاج كده، وبيبقى جميل جدا. وبتعملي جنبه سلطة، وبتعملي جنبه رز، بتعملي جنبه طحينة، سلطة طحينة، الليمون بقى والجرجير. بصراحة يعني السمك أكله جميل جدا جدا. أنا بفضله عن أي حاجة تاني بصراحة. فالنهاردة هنعمل سمك بولتي وهنعمل صينية سمك ماكريل. فيا رب تتفرجوا على الفيديو للآخر وتعجبكم طريقتي في السمك وتنفذوها. ويا رب الفيديو ينول إعجابكم وما تملوش مني أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يجعل أيامكم خير وبركة يا رب دايما يا حبايب قلبي، ويديكم العافية ويديكم الصحة يا رب. فأنا مسكت السمك طبعا، غسلته كويس، نضفته وغسلته كويس، وعملت له تتبيلة حلوة. عملت توم توم بتدقيه، وتدقي معاه فلفل رومي، ولو بتحبيه سبايسي تدقي قرن فلفل احمر، وبتحطي كزبرة ناشفة، وبتحطي كمون كتير، السمك بيحب الكمون، وبتحطي ملح. وانا بحب برضو ادق، يعني ببشر جزر وبحطه مع التتبيلة، بيفرق جدا جدا في التتبيلة الجزر برضو. وتكتري بقى ليمون البولتي والسمك عامة بيحب الليمون كتير. فانتي بتعملي الخلطة دي وتتبليها كلها ببعضها، وبتعصري عليها ليمون. لو حابة تحطي خل تحطي حبة خل صغيرين خالص، عشان الخل بحس ان هو يعني بيهري السمك، بيمرره شوية. فانا مش بفضل الخل قوي في تتبيلة السمك نفسها جوه التتبيله بتاعت السمك، سواء بولتي بقى، سواء ماكريل، سواء مكرونه، مرجين، اي انواع من انواع السمك. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط الكزبره، وبنحط الكمون، وبنحط الملح، وفلفل اخضر، وتبشري جزرايه. كل دول كلهم كده بتدعكيهم مع بعض مع الليمون بقى، كام ليمونه كده حلوين، والملح، وتتبلي كده. وتمسكي بقى السمكية، بتشقي البلطياية كده من فوق كده بالسكينة، وتحشي فيها، وبتحشيها من جوه، بتحشيها من عند الراس. فبصراحة بتتبليه كده 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 كتير، وتسيبيه بقى شوية في التتبيلة. وحضرت الدقيق، بحضر الدقيق، بحط عليه سنة كمون، بحط عليه سنة كزبرة بس، وبعفره كده بالدقيق وبقلي. انا حطيت الزيت وتبلت، عفرت اهو السمك، وحطيت السمك في طاسة الزيت. تحطي زيت كده حلو غزير، وتخلي بالك برضو عشان ما يتحرقش. تحطي نصاص ليمون كده اللي انت عصرتيه ده، ما ترموهوش. يعني الليمون اللي انت عصرتيه ده ما ترموهوش القشر، بتحطيه في قلب الزيت اللي انت بتقلي فيه. بيمنع الريحة، بيمنع الدخنة، وبيخلي الزيت صافي وحلو كويس. بس حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس يا حبايبي، انا جايبه ماكريل. هعمله صينيه. انا بحب اشويه واحشيه بالجزر كده برضو، بالفلفل الالوان وبالثوم والخل والليمون. بس النهارده قلت انا هعمله صينيه. فبعمله بقى؟ بشق الماكريل، وبطلع السلسله بتاعته، بقطعه حتت زي الجزل كده. بصوا انا قدامكم اهو، بشيل الشوكه منه، بتتعين بكل سهوله بس. وبترصيها في الصينيه دي بقى، بتكوني عامله فيها بصلايه حلوه كده متوسطه، وقرن فلفل، وتكوني بشره برضو جزر، او عايزه تقطعي الجزر حلقات تقطعيه. يعني بتقعدي تمرطي بقى فيها كده البصله كده مع الفلفل، مع التوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره، وبتعصري برضو ليمونتين حلوين كده. ماشي. الصينيه دي بقى بتحب الخل، يعني تحطي خل بس. وبترصي بقى السمك، وتكوني متبله بقى بالثوم. تحطي الثوم في قلب السمك، تتبليه الاول بالثوم، وبعد كده بقى التتبيله بتاعه البصله بالجزره بالفلفل، تحطي فيها برضو سن الثوم كده مع التوابل اللي احنا قلنا عليها،
وتدمجي كله كده كده مع بعضه، وتروحي ايه حاطاه في قلب الصينيه. بس بصوا بقى، بحط الخل اهو، وتعصري بقى ليمون زي ما انت عايزه بس، وبتحطي زيت، تحطي بقى حبه زيت حلوين كده على الوش. ماشي يا حبايبي، وتقطعي، عايزه تقطعي شرايح ليمون حلقات كده على الوش، بيديها برضو شكل حلو. حطي قرن فلفل رومي حلقات برضو، حطي بس، وبتحطيه على النار. بصي شكله جميل ازاي، وطعمه تحفه، طعمه تحفه جدا بجد. انا بقى كنت فاتحه قبلها بيوم تونه، فصفيت الزيت منها، فالزيت اللي هو اتبقى من التونه، او انا صفيته من التونه، ما رميتهوش صراحه. انا يعني جات لي الفكره كده ان انا هعمل سمك في صينيه مكريل، فقلت طب ما انا احطه على ايه، على الوش كده. ومن بعد ما اعمل الصينيه فعلا جبت الزيت دوت، ورحت حطاه على وش السمك المكريل دوت في الصينيه، بقى طعمه تحفه، كانك بتاكلي تونه بالظبط. بس يا حبايبي، دلوقتي احنا بنعمل الرز الصياديه. انا بحب اعمله بالقرفه ولادي بيحبوه بالقرفه. فقطعت البصل اهو، بحط من زيت السمك، قطعت بصلتين حلوين كده اهوت، وتمرطيهم بايديكي برضو، وتكوني حاطه زي حبه زيت حلوين، وتحطي عليهم الايه البصل بس، وتحطي رشه ملح، ورشه برضو كزبره، ورشه فلفل اسود صغير بس. تسيبيها بقى انت لو عايزه بقى اللون اللي هو بتاع الرز الصياديه بتاع بره ده، بتخليها بقى البصله معاكي تتحرق خالص، تاخد لون، يعني مش محروقه محروقه، لا توصل للون اللي هو زي التقليه بتاعت الكشري كده، يبقى احمر، تبقى البصلايه حمرا كده جدا بس. وبعد كده بتروحي ساقطه عليها الرز، وتحطي القرفه وسنه سكر صغيره، وتاكلي احلى رز صياديه، بيبقى تحفه بس. وبتزودي بقى تشقشقي الميه بتاعته، تشوفي المقدار بتاع الميه بتاعته، بيبقى عقله كده، عقله الصباع كده الرز المصري بتاعنا، مقام عقله صباع كده اهوت، عشان يديكي رز مظبوط، مش معجن ولا ني، يبقى مفلفل كده وجميل. ادي البولتي قدامك اهو، سمك البولتي انا بعفره بالدقيق. عفوا يا حبايبي بس. وبعد كده هنقليه كله قدامكم كده، وحطيت الرز على عين، وحطيت الصينيه بتاعت الماكريل على عين، وهنبتدي بقى نعمل سلطه الطماطم، وهنعمل سلطه الطحينه، وهغسل الجرجير برضو معاكم. وهي بص الاكله دي بجد بجد انا من عشاقها، جميل. والسمك فيه اوميجا 3، ومفيد جدا جدا للكبار، ومفيد للاطفال. انا بحب اعمله جدا يعني والله العظيم نعمليه مره مرتين ثلاثه في الاسبوع، اعملي. انا عن نفسي ما زهقش منه يعني، بعمله. هو مفيد جدا جدا للاطفال وللكبار، حلو للعظم، وفي اوميجا 3 للذاكره، حلو جدا. كتري منه بقى وقت الامتحانات لولادك، هيفيدهم وينشط الذاكره بتاعتهم. في ناس مش بتحب السمك، بس والله هو السمك جميل، اكله جميل جدا. ربنا يا رب يجعل كل حاجه حلوه في حياتكم يا رب، اللهم امين يا رب، احنا وانتوا جميعا يا رب. دي الطماطم، هنعمل سلطه الطماطم. غسلت الطماطم، واحط عليها جزر مبشور برضو، واحط عليها جرجير، واحط عليها خضره، مش خضره، بقدونس بس، وبصلايه وليمون. او بصوا بوريكم اهو، ده الزيت اللي انا صفيته من التونه، بصوا هحطه على الصينيه، وبألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. بس بتقطعي الطماطم، سلطة خضراء عادية خالص، طماطم وجزر وبصل وفلفل وبقدونس وجرجير وليمون بقى وخل، شوية كمون كده، شوية فلفل اسود وملح بس. بتخلي السمك يعني بتتاكل السلطة مع السمك طبعا، لازم ما استغناش عنها جنب السمك، لازم سلطة الطحينة وسلطة الطماطم. وبألف هنا وشفا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما اذكروا الله يا حبايبي، في كنتوا بتعملوا في المطبخ الأكل بتاعكم، ربنا هيطرح فيه البركة، ويطلع طعمه جميل، وكل حاجة تبقى جميلة وحلوة بذكر الله. طول ما انت واقفة في المطبخ سبحي، استغفري، اذكري الله. كل حاجة هتلاقيها طالعة من ايدك زي الفل وزي السكر. ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب يا حبايبي، دايما يا رب.
ايه رأيكم في الفيديو اللي فات؟ اتفرجتوا عليه الفيديو بتاع السينابون والدوناتس؟ شيرين بنتي يعني عملت لكم طريقة السينابون والدوناتس، هي بعجينة واحدة. يا رب تكونوا اتفرجتوا عليه، او اللي ما اتفرجش يدخل يتفرج و... ويعمل الطريقة. والله العظيم يعني بيطلع طعمه تحفة وجميل جدا. هي لسه هتعمل لكم الفيديو بتاع اللي هي طريقة اللي هي تزوق السينابون والدوناتس وتقلي الدوناتس برضو قدامكم، وهتوريكم ان شاء الله التزيين بحذافيره باذن الله هيعجبكم جدا الفيديو اللي جاي باذن الله. ربنا يا رب يا رب يجعل ايامنا كلها حلوة وخير وسعادة وفرح، اللهم امين يا رب. بس حبايبي كده انا عملت السلطة والرز على النار اهوت، بغسله البصلة على النار، بغسل الرز هسقطه على البصلة. طلعت السمك اهو، خلي بالك برضو من السمك، طلعيه ما تحرقهوش، ما تطلعوش ابيض، لا سيبيه وما تقعديش كل شويه تقلبي فيه. يعني انتي حطي السمك كده اهوت وخليه ياخد راحته في الزيت، وبس لما تحسي ان هو احمر من تحت تروحي قلبيه، لكن ما تقلبوش كل شويه، ده كده يهري منك. بص طالع السمكيه الواحده بوحدتها كده، ويبقى لونه احمر وجميل. نحط الليمون اهو على السلطه والخل. بس يا حبايبي وتغيير السمك تغيير، يعني يوم سمك، يوم بانيه، يوم فراخ، يوم مسقعة، يوم كشري، يوم ومشي الدنيا. يعني الدنيا غالية والأسعار غالية، بس ادينا بنمشي الدنيا. ربنا يا رب يرزقكم بالخير دايما والبركة في بيوتكم يا رب، اللهم امين. بس احنا ننظم نفسنا كده اهوت ونحط لنفسنا نظام في الاكل. يوم نعمل اكلة دسمة فيها لحوم، فيها فراخ، فيها لحمة، فيها سمك، فيها بانيه، فيها يعني لحوم. واليوم التاني ممكن تعملي بقى صينية مسقعة، تعملي شوية كشري حلوين، تعملي رز أصفر وتسلقي بيض. يعني كل دي أفكار حلوة للتوفير. بس فيا حبايبي السلطة اهي عملتها، بحط بقدونس كنت مفرزاه في الفريزر. بتجيبي شوية وتحطيهم على السلطة، بصراحة بتنقل السلطة في حتة تانية. حبة البقدونس بيخلوا السلطة جميلة. بس يا حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب فيديوهاتي تكون تعجبكم، بس انا يعني المشاهدات قليلة جدا جدا، فيا ريت والله يا جماعة تتفرجوا على الفيديو للاخر وتعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم. انا بفرح بالكومنتات بتاعتكم والله بتسعدني، ويا رب القناة تكبر بيكم. يعني والله العظيم يعني انا بعمل اللي بقدر عليه، انا مقللة في الفيديوهات، بس والله غصب عني عندي يعني البيت مسؤوليات طبعا وكده. فكل ما بقدر ان انا انزل لكم فيديو بنزل فيديو. يا ريت تشتركوا في القناة، واللي ما اشتركش يشترك وتتفرجوا على الفيديو للاخر. يا رب اكون بعجبكم وفيديوهاتي بتعجبكم، ولو في اي تعليق على اي حاجة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عادي. لو في حاجة مش عاجباكم عادي، انا بتقبل يعني عادي، ادام نقد ايجابي انا هستفيد منه وانتوا هتستفيدوا منه. تمام، مفيش اي مشاكل. ربنا يا رب يخليكوا ليا يا رب، والقناة تكبر بيكوا و... ودايما يا رب في خير يا رب. انا دلوقتي ايه بعمل؟ هغسل الجرجير في شوية طبقين كده، هو قلت اغسلهم برضو عشان ما يبقاش في ايه، قبل ما اخلص الاكل ما يبقاش عندي اي حاجه في الحوض. طول ما انت واقفه اشتغلي، ما تقفيش، ما تستنيش السمك لما يتقلي، تستني الرز لما يستوي. لا، انت طول ما انت واقفه كده في المطبخ، انت حاطه السمك بيتقلي على النار، حاطه الرز بيتشرب، انا في طبقين، في كوبايتين، في معلقتين، اي حاجه في الحوض كده انا اصبنها، بحيث على اخر حاجه انا بخلصها في الاكل يكون خارجه من المطبخ حاطه الصينيه بتاعتي وحاطه فيها الغدا بتاعي، ويكون المطبخ بتاعي خارجه منه نضيف وزي الفل. وانتوا كلكم نضاف وزي الفل والله وعلى راسي. ربنا يا رب يديكوا الصحه دايما يا رب. عايزين نفرز بقالنا كتير ما فرزناش، عايزين نجيب شويه حاجات نفرزها. بس الطماطم لسه غاليه، ايه رايكم؟ الطماطم غاليه جدا، يعني نزلت بس مش قوي برضو، لسه شويه.
بس هي البطاطس والبصل بصراحة ارخص حاجة في السوق. فاستغلي الفرصة، هاتي شوية بصل كده فرزيهم، هاتي شوية بطاطس برضو، صبعيهم كده اهوت وقطعيهم واديهم نص سلقة، يعني اسقطيهم في المية المغلية وطلعيهم وفرديهم كده على فوطة ونشفيهم، وبعد كده كيسيهم وتحطيهم في الفريزر، تبقى احلى بطاطس زي الفارم فريتس بالظبط. حتى الطاسة بتاعت السمك اهي، خلصت السمك وحطيته في الطبق وغسلت الطاسة بتاعت السمك، مش هخليها كده. انتي تخلصي يبقى مطبخك زي الفل، تمسحي بقى الأرضية وتمسحي البوتاجاز وتخلصي وتعطري مطبخك، يبقى الدنيا ولا كأنك عملتي سمك ولا زفرة ولا أي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يديكوا الصحة ويدينا يا رب، اللهم أمين. أنا بعشق شغل المطبخ بصراحة، بعشق شغل البيت، مش بحب أقعد، يعني بحب أعمل المطبخ، بحب كل شوية يعني، ما بحبش أخلي حاجة في المطبخ عامة. الشقة برضو بحب الترويق، بحب الترتيب بصراحة يعني. ربنا يديكم ويدينا الصحة يا رب. عاملين ايه ولادكم في الامتحانات كده؟ قربت اهيت خلاص، على دخول الامتحانات قربت، ربنا معاهم يا رب وينجحهم، ولادكم ولادنا ولاد المسلمين اجمعين يا رب. نظموا وقتكم ونظموا بيتكم ورتبوا كل حاجة، بحيث تسهلي على نفسك دخلة الامتحانات دي، وما يبقاش عندك اي وقت يضيع، وتبقي برضو مع اولادك تقدري تراجعي لهم، تذاكري معاهم، تشوفي ايه اللي ناقصهم. ويبقى بيتك برضو مرتب، واكلك برضو موجود، وتلاجتك عمرانة. نظمي نظمي نظمي، النظام احلى حاجة في البيت. ربنا يديك الصحة حبيبتي يا رب، وينجح لكم ولادكم كلكم يا رب، وولادنا يا رب، اللهم امين، وولاد المسلمين. بصوا انا دلوقتي بغسل الجرجير، بغسل ليمون. الجرجير ده بقى يعني جميل جدا بقى مع السمك، مع اي اكل. انا بحب الجرجير، هو مفيد جدا للشعر، للجلد، للضوافر. الجرجير حلو قوي 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 ومفيد للجسم. بعمل الطحينة، بس الطحينة سهلة جدا. تحطي بقى الطحينة، بتحطي عليها خل، بتحطي عليها ليمون، فص توم صغنن خالص، فلفل اسود، حبة زيت بس، وحبة المية، وتقلبيها كويس جدا كده بالمضرب لحد ما تاخدي التقل او السمك اللي انت عايزاه. والف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل وعلى قلوبكم يا رب. انا بحب والله العظيم الوقت اللي بسجل معاكم فيه، يعني نفسي اسجل كل يوم والله، يعني بستمتع بالوقت معاكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، والقناة تكبر بيكم، وهي مش هتكبر غير بيكم. بس الطحينة هي اتعملت، وكنت عاملة السلطة، والسمك اهو اتقلى، والصينية خلصت، والطفيت على الرز، والحمد لله غسلت الجرجير اهوت واحطه في الطبق. الحمد لله الحمد لله، كل حاجة ربنا ادهلنا نعمة في حياتنا، يعني الحمد لله يا رب على نعمة الصحة، ونعمة الولاد، ونعمة البيت، ونعمة، يعني نعم ربنا كتير قوي علينا. يا رب نحافظ على النعمة اللي ربنا بيدهلنا، و... ونشوف حياتنا كده، وناخد بالنا من ولادنا، وناخد بالنا من بيوتنا، وربنا يا رب يكرمكم ويكرمنا جميعا يا رب. السلطة هي وجبة متكاملة، يعني هي وجبة متكاملة جميلة جدا، السمك مع السلطة مع الرز مع الجرجير مع طحينة، يعني بجد أنا بحبها أحلى من الفراخ وأحلى من اللحمة بصراحة. مين زي كده اللي يتفرج على الفيديو يقول لي بيحب السمك أكتر ولا اللحمة والفراخ؟ بعدها بقى كوباية شاي بالنعناع كده، أو كوباية بيبسي، مع ان يعني البيبسي برضو غلط، ما شجعكوش عليه. كوباية ليمون بالنعناع حلوة جدا. بس انا دلوقتي هرص اول حاجة في الاطباق، هنقدم الغدا، اتفضلوا معانا
الف هنا وشفا. ربنا يرزقكم يا رب ويجعل بيوتكم عمرانة بالخير، انا وانتوا يا رب والمسلمين اجمعين يا رب، ويجعل مصر يا رب دايما في خير وفي امان، ويجعلنا مستورين يا رب، اللهم امين. انا رغاية صح؟ صدعتكم؟ بس انا بحبكم والله. شجعوني ويحطوا اللايك وكومنت بقى حلو، عايزه اشوف كومنتاتكم الحلوه. بصوا الصينيه دي بقى جميله جدا في حته تانية، جربيها كده بالطريقه دي هتعجبكم والله. بس والليمون ده بقى مع السمك اهم حاجه، الليمون كتير، كتري من الليمون. شويه رز بقى ما شاء الله عليهم، الله اكبر، الف هنا وشفاء، تحفه. الرز الصياديه بالجزر بالبصل بالقرفة بقى، جربي تحطي سنة قرفة كده وسنة سكر، بيطلع زي السكر ما شاء الله. ألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وايديا يا رب. بس بنحط بقى الأكل كده وتتغدي بقى غدوة ما شاء الله جميلة بألف هنا وشفا. بص الرز شكله زي الكهرمان ازاي. ده بقى من ايه، من ان انتي بتدي البصلاية تحميرة كده زيادة، مش خليها بيضة، لا خليها حمرة حمرة جدا، هتديكي نفس اللون بتاع الرز بتاع محلات الأسماك. بس بصوا بلملم ورايا ازاي، اي حاجة طول ما انت واقفة بتطبخي في المطبخ تلملمي من وراكي، لملمي بحيث انت ترتاحي، انت كده بتريحي نفسك والله. لما تعملي حاجتك وانت واقفة تنضفي كده، تلمي الرخامة، لو طبق لو معلقة بتنضفيها بتعمليها، هتبصي قبل ما تخلصي الاكل هتلاقي دنيتك نظيفة وزي الفل. مش هيفضل غير الصينية بعد ما تخلصوا الغدا او الاكل او الفطار او العشاء، او عقبال ما انت تخلصي حاجتك هتاكلوا وتخلصوا بألف هنا وشفا، هتلاقي ايه طبقين بس بتوع الغدا او بتوع العشاء. ايه رأيكم بقى في الصينية بتاعتنا؟ سمك مقلي وسمك صينية ورز وسلطة وطحينة. يا رب الفيديو يا حبايبي يكون عجبكم يا رب، واتفرجوا عليه للآخر وحطوا لي اللايك وحطوا الاشتراك.